يحتوي سمك البوري على نسبة كبيرة من الأحماض الدهنية، وكمان مفيد لتقوية العظام والأسنان لأنه بيحتوي على كميات كبيرة من الكالسيوم، وبيخلص الجسم من فقر الدم أو ضعفه لأنه بيحتوي على نسبة كبيرة من عنصر الحديد. أهلا بكم في فيديو جديد من قناة نوتيلا وموتزاريلا. لو أول مرة بتشوفيني أنا سمر الدسوقي، وهقدم لكم طريقة شوي سمك البوري في فرن البوتاجاز من غير دخان، وهعلمك كمان تعملي الرز الأبيض بتركة جديدة هتخلي طعم الرز ده تحفة. بس قبل ما ندخل على وصفتنا ما تنسيش تدعميني بلايك وكومنت وتشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس أبو حواجب. معايا هنا سمكتين غسلتهم كويس جدا ونضفت الخياشيم بتاعتهم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ بقى اجيب النخالة او الردة زي ما انتوا ما بتسموها، وابدأ ارشها كلها كده على السمك، اقلبه كويس جدا في الردة من كل ناحية بالشكل ده. وطبعا انا حاطة في الوقت ده صينية بتسخن في الفرن، انا عاوزة الصينية دي تكون سخنة جدا، يعني وقت ما احط السمك فيها يا يطلع دخان يا اما يعمل صوت كده. تمام كده. هنا بقى خرجت الصينية وهرصهم بالشكل ده، وهبدأ بقى اقلبهم احطهم في الفرن لما يحمروا من تحت اقوم قلبهم من الناحية التانية ياخدوا لون، واقلبهم طبعا على الجوانب بتاعتهم لحد ما يتشووا معايا كويس جدا. هنبدأ بقى نعمل التتبيلة او التمليحة زي ما بتسموها. حطيت جزرة وحطيت طماطمية، طبعا الطماطمية بتحوش زفارة السمك خالص، وحطيت ليمونة ونص، وحطيت هنا نص فلفل حر كده، وجبت واحد بارد اخضر، حطيت شوية شبت وكزبرة خضرة، وحوالي نص معلقة كمون وكزبرة ناشفة، ومعلقة ملح متكونش مليانة قوي، وشوية خل، وحطت لها برضو شوية مية، ونص معلقة من بهارات السمك، وفرمتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت برضو التوم وفرمته. هركنها بقى على جنب لحد ما نشوف هنعمل ايه. معايا هنا حلة حطيت فيها شوية زيت، وحطيت حوالي كوبايتين رز، طبعا لكل كوباية رز كوباية مية مغلية، لكل كوباية رز مصري كوباية مية مغلية. هبدأ بقى اقلب كده في الرز لحد ما ما يسخن معايا في الزيت. تمام كده. ودي اول تركة، دي معلقة بهارات سمك طبعا بتخلي للرز طعم تحفة، جربيها وعلى ضمانتي. تاني حاجة هنحط المية السخنة او المغلية، طبعا المية السخنة او المغلية دي بتضيف طعم حلو جدا للرز، وشوية الملح، ومش للرز بس، بتضيف طعم حلو جدا لأي طبيخ بتطبخيه. هسيبها بقى تغلي كده، واول ما ينشف هوطي عليه. هنا كنت طلعت السمك معايا احمر بالشكل ده، انا بحبه طبعا مستكوي ما بحبوش غامق طبعا. يعني عاوزاها اغمق من كده تقدري تحمريه في الشواية. جبت ورقة سلوفان وفرشت فوقها ورقة زبدة، وفردت نص الخلطة كده او التتبيلة معايا. شايفين جمالها؟ شكلها تحفة.
هحط بقى السمك فوقها، وهجيب باقي التتبيلة واحطه فوق السمك برضو. طبعا معلقة الملح كانت مظبوطة جدا للسمكتين. لو انت بتحب الملح اعلى من كده ممكن تزودي. هلف بقى ورقة الزبدة بالشكل ده. البور يا جماعة معروف ان هو ما بيتملحش في مية، هو بتلف وبتتبل بالشكل ده، او يعني انت ما بتتبلوش في مية خالص يعني، او ما بتملحوش في مية زي البلطي او اي سمك تاني. وهسيبه بقى على جنب كده لمدة ساعة. وبعد كده قدمته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عملت مركب كده من ورق السلوفان، وحطيت فيهم السمكتين، وعملت سلطة خضراء، وغرفت الرز بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لو انت حابة تاكلي جنبه رز صيادية، هسيبلك اللينك بتاع الفيديو بتاع سمك المكرونة اللي كنا عاملينه قبل كده، هسيبهولك في اول تعليق مثبت وفي الديسكريبشن او صندوق الوصف. تمام كده. شايفين الرز مفلفل ازاي؟ كان يتاكل حاف، طعمه كان جميل جدا، طعمه بيبقى مميز. انا بفضل السمك المشوي، بفضل جنبه الرز الابيض. في ناس بتفضل جنبه الرز اللي هو البني او الرز الصيادية. دي حاجة ترجع لذوقكم، والاكل ده اذواق يا جماعة. ودي كانت طريقة الرز برضو اللي انا كنت طبخها، اللي انا كنت عاملاه في فيديو السمك المكرونة. كنت انا عاملة برضو الرز الابيض بنفس الطريقة. تمام كده. شايفين السمك مستوي معايا ازاي؟ شايفين مفيش فيه لا دم ولا اي حاجة. هوريكم بقى البطروخ اللي كان فيه. البطروخ مستوي جدا. طبعا ما طلعش دخان ولا طلع اي ريحة خالص. انا مرضتش اسرع المقطع ده خالص علشان تشوفوه وتقتنعوا ان هو ده مشوي في الفرن بتاع البوتاجاز. شايفين؟ كان مستوي قوي، كان طعمه جميل جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم، ويا رب يكون فيديو النهاردة عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب على قناة نوتيلا وموتزاريلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.